ليه تدفعي فيه كتير؟ انت ممكن تعمليه في البيت ومركز وبطريقه جميله جدا، وكمان هتديكي كميه تكفي معاكي شهر رمضان كله، وهيبقى عصير جاهز وسريع وسهل. بس اهم حاجه تتابعي الفيديو للنهايه عشان تعرفي كل التفاصيل. هتشتريه النهارده بأقل التكاليف وهتعملي منه محل عصير ان شاء الله، وهكفيكي زي ما وضحت لك، هكفيكي معاكي طول شهر رمضان. طول شهر رمضان وانت هتشربي الكركديه المركز بطريقة لذيذة جدا وجميلة. خليكي معايا للنهاية عشان تعرفي كل التفاصيل اللي انا هقدم بيه عصير الكركديه المركز. وزي ما شايفين اللون والتركيز عامل ازاي، بصراحة يا جماعة الطريقة وهم جميلة جدا، وان شاء الله لما تيجي تجربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. وكمان هتديني لايك للفيديو. ولو حضرتك جديدة معايا في القناة اتمنى حضرتك تعملي لي اشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصلوا كل فيديو جديد انا بقدمه. شايفين الكمية زي ما قلت لكم، محل عصير هتفتحوه من ربع كيلو من الكركديه. يا جماعة الطريقة سهلة جدا ومش مكلفة، وكمان ان شاء الله هيعجبكم. نسمي الله ونصلي على الرسول. ومعاكم من عرفة. ان شاء الله النهارده هعمل لكم عصير كركديه المركز بطريقه لذيذه جدا بأقل التكاليف واقل كميه. هنا انا معايا 2 لتر من الميه وعليهم 6 كوبايات من السكر. هرفعهم على النار وهدوب فيهم شويه، وبعد كده هبدأ ان انا اغسل الكركديه بتاعي واصفيه. زي ما انتوا شايفين ده مساحة او الكوباية اللي هعاير بيها السكر. وطبعا 2 لتر ممكن تعايريه او شفشق عندك، او شفشق الخلاط برضو بيكون فيه تحديد 2 لتر. وزي ما انتوا شايفين انا دوبت السكر بتاعي مع المية وغسلت هنا الكركديه. الكركديه لازم تختاريه كده البذرة بتاعته تكون كويسة جدا. لعلمكم الكركديه مش فوائده ان هو بيخفض الضغط بس، لا ده فوائده كتيره جدا 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 جدا، وتقدروا ان انتوا تبحثوا عليها وتشوفوا فوائد الكركديه. زي ما انتوا شايفين انا غسلته مرتين 3 لغايه ما لاحظت الميه بتاعتي نطفت من التراب واي شوائب كانت في الكركديه. الكركديه طبعا هتختار اللي هي البذره اللي هي عامله زي الورده المفتحه عشان تقدري تخلصي، يعني انا اسفه، عشان تقدري تاخدي منها كميه كركديه كتيرة. وزي ما انتوا شايفين انا حطيت 2 لتر على ربع كيلو من الكركديه، عمل لي الشكل ده والتركيز اللي انتوا هتشوفوه معايا. وبرضو الكركديه المركز هيدينا برضو 2 لتر من الكركديه المركز. هنا دي بقى المعلقة بصح السحرية هتخلي الكركديه معاكي يقعد لأكتر وقت ومش هيغير في الطعم ولا في اللون. هنا دي معلقة، ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. يعني معلقة صغيرة من ملح الليمون بتضيفيها على الكركديه بعد ما يغلي، وبعد كده هيحافظ معاكي اللون والطعم لاخر بصراحة كيس او اخر ازازة عندك. هتلاقي طعم الكركديه هو مش مختلف. طبعا انا حطيت الكركديه غلي شويه، وبعد كده وطيت عليه يكمل الغليان ويديني اللون التركيز. بعد ما سبته طبعا يغلي معايا، وبعد كده وطيت عليه النار لغايه ما خليته ربع ساعه يغلي بقى وهو النار هاديه عليه. وحطيت معلقه ملح الليمون الصغيره وخليته يبرد شويه. بعد صفيته وهرست ورق الكركديه كويس جدا عشان اخد كل كميه كركديه فيها. طبعا كده الوصفه بتاعتي ما خلصتش، لا لسه. انا حطيت كل كميه الكركديه اللي انا صفيتها وضغطت عليها بالكوبايه. بعد ما صفيت منه الكركديه كله حطيته تاني في نفس الحله اللي انا عملت فيها الكركديه الاولاني، وحطيت معاها 3 لتر من الميه. ده عشان هيعمل لي عصير كركديه عادي غير الكركديه المركز. الكركديه المركز ده بيديني كميه وبعد كده تقدري ان انت تظبطي الطعم حسب الرغبه. طبعا ده انا حطيت سكر، والسكر ده بتظبطيه طبعا على حسب الرغبه. وبعد ما بعد ما غلي معايا وخدت عصير الكركديه منه برضو خدت
اللي هي بذرة الكركديه، حطيته في الخلاط وحطيت عليه شوية مية تاني وخلطته وصفيته بالمصفى زي ما شفتوا معايا. وبعد كده دي الكمية اللي ادهاني الكركديه، يعني بربع كيلو عملت وليمة من عصير الكركديه المركز والعصير الجاهز. يعني العصير الجاهز ده حضرتك هتحضريه، يعني ممكن تحطي لتر في اكياس زي ما انا بعمل واحتفظ بيه في الفريزر، وعند الطلب بتطلعي الكيس بتاعك وتسيحيه وتشربيه بألف هنا. اما المركز لا، ليه طريقة تاني. المركز ده بيكون تقيل جدا، يعني تخلوا بالكم. زي ما انتوا شايفين ده العصير الجاهز، ده مش المركز. المركز اللي بعد كده، المركز ده بتحط يعني ربع كوبايه كركديه، وبعد كده بتزوديه ميه ساقعه وبألف هنا، وتظبطي السكر طبعا على حسب الرغبه. زي ما انتوا شايفين انا كده بحبيته في اكياس وحفظته معايا في الفريزر. طول شهر رمضان مش هتشيلي هم اي نوع عصير هتعمليه. ولسه في انواع تاني طبعا هقدمها لكم ان شاء الله على قناتي، بس عشان الفيديو يوصل لكم لازم تضغطوا اسفل الفيديو على كلمة اشتراك وتفعلوا معايا جرس التشغيل عشان يوصل كل فيديو جديد انا بقدمه. زي ما انتوا شايفين كده انا عبيت ربع كوباية من عصير الكركديه المركز، وده المركز بجد يعني جميل جدا. طبعا هو انت بديكي تشتريه من بره او من المحلات اللي هي محلات العصير بيكون غالي جدا طبعا، فانت هتعمليه في البيت بأقل كمية ونظافة وكمان طعم. لما تيجي ان شاء الله تجربوه هتلاقي طعمه جميل جدا مختلف عن طعم المحلات واي مكان انت بتشربوا منه الكركديه الجاهز. جربوا الوصفة ومش هتندموا. بعد ما حطيت كمية المية بتاعت المناسبة للكركديه بديت ان انا اقلبه كويس جدا عشان يختلط كمية الكركديه المركزة مع المية ويختلط ويعمل العصير الجميل الجامد ده اللي انتوا شايفينه. طعمه جميل جدا، كل سنة وانتوا طيبين. حاولوا بقى ان انتوا تعملوه بسرعة واحتفظوه معاكم في الفريزر عشان تطلعوه ان شاء الله بعد الفطار وتدوقوا الطعم الخطير والرهيب ان شاء الله. بعد ما تعملوه وتجربوه هتلاقوه جميل جدا. معاكم أمانة عرفة، ما تنسونيش في الاشتراك والله.